زواج الأقارب. زواج الأقارب 2 قرايب بيتجوزوا دايمًا بينتج عنهم أولاد أو أبناء يعانوا من بعض المشاكل الصحية. أهو الجينوم المصري ده بيتيح للأطباء إن هم فعلًا يعملوا فحوصات ما قبل الزواج بشكل دقيق جدًا، وبيقدر يحدد الجينات اللي بين العروسين اللي ممكن تسبب مشاكل في الأبناء، فيبدأوا يعالجوا الموضوع ده أو حتى يتجنبوه تمامًا لو ينفع. وخلّيني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدًا، المشروع ده مش مجرد كمبيوترات قاعدة تعد وتحصي أو أطباء حتى بتعمل كشف طبي، لأن دي فعلًا ملحمة كبيرة جدًا، يمكن أنت ما تقدّرهاش كويس، لكن دي شارك فيها جهات ومؤسسات كبيرة جدًا على مستوى مصر. يعني مثلًا لمّا تسمع الدكتور زاهي حواس وهو بيتكلم عن مشروع الجينوم المصري، من أول ما تتبعوا الDNA للمومياوات المصرية لحد ما وصلوا للجيل الحالي من المصريين، وكمان اشتراك جامعات كبيرة زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية في الأبحاث دي مع مجموعة كبيرة جدًا من الأطباء والمعامل، هتعرف إن مصر فعلًا قدرت تحافظ على أمنها القومي، وإن المشروع ده هو مشروع أمن قومي علمي. لكن هنا ممكن أنت تسألني وتقول لي: يا وائل أنا عندي سؤال ذكي، أنا مش هاسيبك تطلع من الحلقة دي، هو ده مش خطر قومي؟ مش ده أمن قومي؟ الخبر ده لو اتسرب أو الجينات دي لو اتسربت، مش ممكن دول تانية معادية لمصر تبدأ تنتج أمراض جينية خاصة بهذا الجين المصري؟ أقول لك الإجابة أكيد أيوه.